محمد رمضان في رمضان بيعمل برنامج اسمه مدفع رمضان. ايه الحلاوه ده يا رمضان؟ لا 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 لا، حلوه قوي 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 منك ابو صيام. برنامج جديد ولقطه حلوه قوي قوي قوي، اول مره تحصل منه. كل سنه كان بينزل لنا في شهر رمضان الكريم بمسلسل، ايشي حبيشه، ايشي الاسطوره، ايشي مش عارف زلزال، ايشي ضرب نار. مسلسلات كتير كده كان بيعملها كل رمضان، والناس كانت بتتشد بيها وبتعجب بيها والكلام من ده كله. السنة دي أنا أغير بقى، أنا راجل رايق دلوقتي ومبسوط والدنيا تمام معايا. أنزل بقى أعمل حاجة حلوة كده للناس أفرحهم وإيه، وبفرح أنا كمان وسطهم ونتبسط ونهيص شوية. تمام. نزل وبدأ إن هو يوزع فلوس على الناس ويساعد الناس ويحقق أحلامهم وكلام من ده كله. حلو، برنامج جميل وعمل خيري وربنا يجعله في ميزان حسناته. والله العظيم أنا فرحت جدا بالبرنامج ده، وبرنامج حلو ولطيف قوي منه، وربنا يتقبل منه صالح الأعمال. بس اللي أنا حابب أتكلم معاكم فيه إن برنامج زي ده يا جماعة، يعني بنشوف فيه كمية أحلام من الناس بتكتبها. هو ذات نفسه محمد رمضان بيقول يا جماعة أنا مش هقدر إن أنا أحقق الأحلام دي كلها. هو بيجي يختار مثلا من الألف حلم أو ال10,000 حلم اللي هو جمعهم من الناس، وحطهم في الصندوق الإزاز اللي بيلم فيه الأحلام ده. بيختار منهم حلمين، بيحقق واحد منهم في الحلقة اللي هو بيذيعها، بيركن الحلم التاني لآخر يوم في رمضان اللي هو ليلة العيد، عشان يحقق فيه 30 حلم مع بعض. حاجة حلوة وحاجة جميلة. بس إيه اللي أنا حابب أقوله؟ إن برنامج زي كده محمد رمضان هو عامله في رمضان بس. الله أعلم هيكرره تاني، يعني هو عامله في شهر واحد من ال 12 شهر. الله أعلم هو هيكرره تاني في السنين اللي جاية دي ولا مش هيكرره. إيه، لو خدتوا بالكم من كلامي ولو خدتوا بالكم من فيديوهاتي هتلاقوني إن أنا طالع بدأ الناس إن أنا عايزكم تشتركوا معايا في القناة، وعايز إن أنا أتفاعل معاكم وتتفاعلوا معايا ونعمل محتوى أنا وأنتوا، وننجح مع بعض القناة دي، لأن أنا بحب الخير. بحب إن أنا أساعد الناس، ونفسي إن أنا أقف مع الناس كلها وأحقق لهم بجد كل أحلامهم. دي حاجة كده من عند ربنا ليا، يعني دي حاجة أخوية كده، ده حب خير عندي للناس، وبتمنى أشوف الناس كلها سعيدة ومبسوطة. فلو حابين تشتركوا معايا في القناة وحابين تحققوا كل أحلامكم بجد، ما يبقاش في شهر بقى واحد، ولا في شهر واحد في السنة، ولا كلام من ده كله. لو حابين تحققوا أحلامكم كلها بجد، وحابين إن انتوا تنبسطوا دايما وتفرحوا وتلاقوا مثلا القناة دي تكون مصدر دخل ليكم زي ما هي تبقى مصدر دخل ليا، وتكون لينا كلنا. حابين تنبسطوا دايما وما نتأخرش عن حد في أي حاجة، ومش بقى مش شهر ولا اتنين، لحد آخر يوم في عمري بإذن الله تلاقوني معاكم وأنا عند حسن ظنكم. اشتركوا معايا في القناة ومنوروني دايما وشرفوني فيها، وبإذن الله هعمل لكم أحلى محتوى وهننبسط كلنا وهنحقق كل أحلامنا. ومش هنسيب أي حد مننا محتاج أي حاجة. ومش بعلي على حد والله ولا حاجة، أنا ده محتوايا ودوت بس إيه. يعني انتوا لو رجعتوا الفيديوهات التانية هتلاقوا إن أنا فعلا بتكلم في الموضوع دوت من فترة كبيرة، ونفسي بجد إن أنا أرجع القناة. واما شفت برنامج مدفع رمضان وشفت احلام الناس الكتير ديت، حبيت ان انا ايه اديكم المثال دوت عشان برضو تحطوا في دماغكم ان ممكن ان احنا نعمل حاجه، ممكن بجد ان احنا كمان ما نتاخرش عن حد في حاجه. نساعد نفسنا بنفسنا وننجز مع نفسنا، ونسرع في تحقيق احلامنا. ربنا كريم، وربنا يكفينا بحلاله عن حرامه، ويغنينا بفضله عمن سواه. اشوفكم على خير يا احلى ناس في الدنيا. جمهوري انتوا اللي هتقفوا في ظهري، وانتوا اللي هتشجعوني اكمل واستمر في القناه دي باذن الله لحد اخر يوم في عمري. تمام. اخوكم اكرم الشيمي، احبكم من كل قلبي واتمنى تكونوا جنبي. سلام.